من يأنس به فهو اليتيم له على الدنيا يدو. الحلم والخلق العظيم صفاته، وله الكرامة والعلا والمحتد. بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود، وفيهم أحمد صلوا عليه. جميل جميل جميل. أحسنت يعني شاد ده كلام حلو وكلام راقي وكلام ورسالة حلوة للمسلمين بينزل كده زي البرد بردا وسلاما على الناس كده. ايه رأيك يا ابراهيم؟ تحب الإنشاد؟ جدا والله والله. انت من هنا بقى يعني بلد الناس الحلوة زين والله زين والله الشعر دايما بيطلع من الطبيعة، يعني الطبيعة تخليك تنشد، تخليك تقول كلام حلو طبعا. المناظر الحلوة الجميلة تخليك تطلع شعر حلو. هي المناظر والمواقف برافو عليك. فالواحد لما يتأثر بموقف طبعا لازم ايه بيبقى فيه رد فعل. صح، لكل فعل رد فعل. الرسام بيرسم، الشاعر بيكتب، المطرب بيغني يحس بمشاعر معينة بيقولها. فلازم يعني رد الفعل يبقى ايه مناسب للموقف. انت المواقف بتبقى مؤثرة في حياتك؟ انا ما بقدرش اكتب شعر الا لو مريت بموقف مؤثر. بس انت صغير في السن، انت عندك كم سنة؟ انا عندي 20. وطالب؟ طالب. انا ايه؟ دلوقتي في ثانية لغة عربية جامعة لغة عربية ان شاء الله. يعني اللغة العربية أخذت الشعر بقى أكيد طبعا. أكيد مش كده؟ أكيد طبعا. نفسك تطلع؟ والله يعني هو أحلام كثير. أنا نفسي أودي رسالة يعني الناس كلها كلامي يستمع. ده أنا حلمي بعيد إنه الناس تسمع كلامي لو حتى من برا العرب، مش إلا الدول العربية بس. يعني عايز الناس. طموحك كبيرة؟ لا، طموحي كبير طبعا. عايز البلد دي يعني على قد ما أقدر أخدمه، على قد ما أقدر أطلع لقدام. تمام، الناس تسمعني. ولو الناس سمعتك واحنا في إذاعة القاهرة الكبرى وهيسمعوك، تفتكر إيه المادة اللي ممكن تقولها لهم الشعر الجميل اللي نابع من الموقف الحلو اللي أنت وقفت فيه، أو موقف حزين بس المهم هتطلع حاجة جميلة؟ ماشي. هتقول لنا إيه بقى؟ أقول خايف تتوهنا الصدف. خايف تتوهنا الصدف. الله عليك. قول يا إبراهيم. مستني قطر العمر فات، مستني قطر العمر فات، عدت معاه الذكريات، قصة راحت في قلب نجمة وقصة قبل أوانها جات، وكأني مولود من يومين، أو بس عايش من ساعات. يجري الزمن ويا الزمن، ويا الحنين ويا الآهات، يخطف دموع من ضي ورقة تنزف الآه بسكات، بحروف ذهب منقوشة صورتك، كلمة بحبك وحكايات. بلقى الألم فيكي أمل، والقى الحياة بعدك ممات. بتحبني بختار نعم من وسط آلاف اللآت، يا شمس في عيون القمر وأميرة في عيون البنات. انت اللي ليا الكل راح، ماليش غيرك، بعدك جراح. نشفت عيوني من البكا، ملقتش غير قلبك براح. صور كتير متجمعة من حسنهم عطر فاح، وانا قلبي شايفك احلى صورة، احلى صورة، احلى من ورد الصباح، احلى من غنوة في سهرة، واحلى من طعم النجاح. وانا زي عصفورة ولد طاير بعيد من غير جناح، انا عارف اسمع غنوتي ولا عارف اوصل للهدف. عشمان اقول لك شكوتي وخايف تتوهم الصدف. ترميني موجة من الهوى على اي جنب واي شط، نترسم دقات قلوب يفرد فراق مياح وخط. يغضب شجر
ينزل مطر يفرش لي أنواع السلام، وبريشة يتهز الوتر يمسح قلوبنا من الألام، يديني ذكرى لحبنا تبقى لنا غنوة 100 سنة. استنى إنك ترجعي نشرب سوا كاس الهنا، أفرش لك الضلمة نجا، حبك لقلبي يزيد شرف، لكني بعد الانتظار خايف تتوهنا الصبح. الله عليك الله. الصدف يعني محاسن الصدف. على فكرة أنا بقول للسادة المستمعين أنا هكون صادقة معاكم إن إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم اتعرفت عليه من خلال صفحة مواهب على الطريق، وهو دخل عليها وقال أنا موهبتي الشعر، فقلت له اكتب لي حاجة تثبت إنك أنت عندك الجدية، إنك أنت صح يا إبراهيم؟ صحيح. عندك الجدية إنك أنت بتكتب شعر كويس، وفعلا كتب الشعر ووصل لي ورديت عليه وبقى يقول لي الميعاد فين والمكان فين، واتفقنا هيكون اليوم النهاردة هيكون التسجيل معاه، وفعلا استمتعنا معاك. وتحية لأهل قنا كلهم، أجمل تحية ليهم أهل الناس الطيبين اللي بيمتازوا بالطيبة والجمال الحلو اللي بنشوفه. لكن لما بختم الحلقة لازم أمخمخ نفسي بإيه بقى؟ بالطرب. والطرب النهاردة حظي الحلو إن أنا اتكعبلت في الطرب الشعبي، لأن الطرب الشعبي أنا حزين عليه، ابتدى يذيع مننا. أستاذ أيمن العربي مطرب ومطرب شعبي له مذاق مختلف. عايزة أقول لكم إن أحباله الصوتية لوحدها بتعرف تغني وتطلع وتنزل بلون جميل قوي. فهتسمعنا إيه النهاردة ونسمع مستمعينا إيه بقى؟ نقول حاجة من التراث، وفر دوك. وفر دوك. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليل. قالوا الصبر وصبرنا وبعد الصبر ايه تاني، حرام يا ناس بعد ما نصبر نعيد الصبر من تاني. يا تاجر الصبر ايه اقوى من الصبر وريني، صابر على وحدتي والفكر ماليني، بتعدي عليا الليالي ودموعي على خدي بتكويني. انا كان مالي ومال الزمان ملقيش غيري ويبليني. ايوب لما صبر على حكمة ربنا سلم، وانا اللي الصبر فرغ مني وبدأت أتألم. وكتير أقول لك يا قلبي بلاش للهوى تسلم، يا ليلي يا ليل. وفر دواك أحسن يا طبيب، مين اللي قال بدواك راح أطيب؟ وفر دواك أحسن يا طبيب، مين اللي قال بدواك راح أطيب؟ جرح الأحبة ملوش أطباء، جرح الأحبة ملوش أطباء، ده اللي جرحني أعز حبيب، ده اللي جرحني أعز حبيب. وفر دواك أحسن يا طبيب. الله عليك الله. الله تجنن بصراحة. يعني وفر عليك الدواء. شوف الكلام، كلام جميل حلو. ايه ده احنا بقينا في مهزلة دلوقتي، فندق منيل بتاع، يعني مبقاش فن شعبي. ما هو مش هم بيسموه يقولوا مهرجانات. ايه اللي جابوا المهرجانات؟ الله اعلم. المهرجان نعرف ان فيه كذا مطرب وبقى اسمه مهرجان زي ما احنا بنشوف دايما التلفزيون كده، ده هم سموه مهرجان. ايه ليه مهرجان؟ انا مش عارف. لخبطوا الموسيقى ولخبطوا الغناء ولخبطوا الفن ومبقاش فيه حاجة يعني مظبوطة. ايه رأيكم ناخد حاجة صغيرة من الإنشاد
وناخد حاجة من الطرب والشعر، حاجة صغيرة بقى عشان وقت البرنامج. هتقول لنا ايه بقى في الانشاد كده صغيرة؟ أول حاجة استهل. وقفت بباب الرجا والناس قد رقدوا، وقفت بباب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أرد، أشكو إليه أشكو إليه أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، ولقد رفعت يدي بالذل مفتقرا إليك، فلا تردنها يا رب، فلا تردنها يا رب خائبة، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. الله. في نهاية هذا اللقاء الجميل بشكر كل ضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة. بشكرك يا أستاذ مصطفى جبريل المنشد الجميل البحيرة، وبشكر الأستاذ إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم الشاعر الجميل من هنا، وبشكر الأستاذ اللي أمتعنا بصوته الحلو الراقي العذب الصافي أستاذ أيمن العربي مطرب شعبي. أحييك، دمت على هذا المنهج، حافظ على الكلمة الحلوة، حافظ على الأداء الراقي. احنا عايزين نرجع تاني نعود للفن الشعبي بتاعنا الجميل اللي احنا بنحبه، اللي احنا تمتعنا بيه، زي احمد عدوية كان ناس جميلة، كلام واللحن. اقول لكم ايه ضيوفنا الكرام، شكرا ليكم، شكرا لتشريفنا الجميل للناس الحلوة اللي كانوا مشرفينا النهارده في مواهب على الطريق، وان شاء الله يكون معانا الاسبوع الجاي مواهب جديدة. اقول لكم ايه، استنونا في نفس الميعاد يوم الاثنين الساعة 12 هيكون معانا مواهب جديدة. شكرا والى اللقاء. كانت معكم فرحة توفيق، وتقبلوا أرق اللمسات الفنية لمهندس الصوت محمد عبد العظيم. 0100